حنخابره واني انه متعاركه ويا زينب، اريد اشوف يدافع لها لو يدافع لي. خلينا نشوف يلا ايش راح يصير. تعال خلي حتى يسمعون. الو حمودي. انت وين؟ انا بالقاعة. حمود تجي تسوي لي حلوه يا زينب، انا بعد ما اتحملها. شكو جاي تشفص ببطني. شكو جاي تشفص ببطني، خابرها وشوف ليها حل. شكو ما ادري شبي والله يا حمود. تعرف شنو هو؟ ايه احاكي على شغل البيت، تدفر الباب بوجهه وتروح. كذاب. يعني هاي اخلاق؟ لا حمود لا تكذب ولا شيء. تعال قالت حلوه يا مرتك، انا بعد ما اتحمل. يلا. الو. الو. ها حمودي. شو صاير؟ ايش زينب وشيماء تلاغم بيناتهم؟ ليش؟ ما اعرف على مود الشغل. ايه وزينب رقعت الباب بشيماء. وشيماء عصبت وخابرتك. وين زينب؟ هات زينب. الو. شكو؟ ايش ماكو شيء. هيتي انا شيء ما شوية تعاركني. ليش؟ هيتي ذي قالت لي على الشغل واني ما سمعت كلامها، سدت الباب وطلعت. وشو هالعلاج؟ طلعت فيها هي عصبية وانا عصبية، اسوي؟ هاي شنو؟ من انه اخويا سخن حتى راسه قام يوجع. راسه اريد اشوف ردة فعله. لتحميل هذه النغمة اضغط على نشرة مرتين ب1500 دينار. بعد ما يجاوب علي يمكن حيسوي لنا بلوك. ايش راح يسوي فينا؟ الو. حمودي طيح الله حقكم. شنو ردة فعلك بهذا الموقف؟ بحيث اذا ناس قاموا يبخرون عند التمرين. يعني صدقت؟ اي والله. زين سؤال، لا جدت بهاي الحالة كان المفروض انت المن تدافع والمن تعارك. والله ما لا دافع ولا حاجه، اثنيناتنا شوياتنا. اي والله. زين انت صدقت؟ يعني زينب اخليها تبطل الان وتقلش عليك يا اخي. اوه. اقول لك يعني انت صدقت. تعرفون ليش صدقت؟ ايه. لو حبايبي شلونكم؟ شو اخباركم؟ تعرفون لما اسوي فيديو يعني لازم احكي على شغله. اكو موضوع جاي اشوفه على السوشيال ميديا كلش مزعج بصراحه، اللي هو انه اذا اشوف فيك مقاطع تنشر على الانستغرام، شنو اليوم مقدم برامج انت تستضيف ضيف، شنو انت تهزئ بالضيف وتحاول تستفز الضيف حتى تسوي قطعه على السوشيال ميديا حتى تسوي دوم على حساب ضيف انه انت تهينه وتهزئه. ما هذا ضيف انه جاي، فاكيد لازم تحترمه وتقدره لانه لبى الدعوه واجاك. فكلش انتقد هاي البرامج، احسها برامج فاشله بصراحه، لانه اذا واحد مهني ما يجيب الضيف يهزئه حتى انه ينشر برنامجه او ينعرف، فانت تعرف بشيء سلبي مو ايجابي. بس الحلو انه انت ينشهر برنامجك بطرحك المميز، بطرحك اللي يكون مهني اكثر. فاني كلش تستفزني هاي المواضيع من اشوفها، يعني حتى انتقد الناس من تشوف واحد يهزئ بضيوف ويروحون مستمرين. يعني ما اعرف شنو الغرض من الموضوع، انه انت اليوم تجيب ضيف تقعد تتنمر عليه. انت من تجيب فنان، ليش ما تحكي على تاريخ؟ ليش ما تحكي على اعماله؟ ليش تتدخل بحياته الشخصيه؟ كل واحد حر بحياته الشخصيه يا اخي، انه اذا كان سيء واذا كان جيد، كل واحد سيئاته لنفسه. انت مو رب هنا حتى تحاسب، ما تحاسب انت، ما حد له حق يحاسب احد. يعني انت قاعد ضيف وشهر بيه على السوشيال ميديا، شنو يعني؟ ما اعرف شنو الغرض من هاي البرامج. يعني هاي وجهة نظر بصراحه، ما اعرف الناس اذا كانت تحب هيك نوع من البرامج او لا، بس انا هيك برامج يعني جد لازم تتوقف، يعني اوفر، لان الموضوع صار زايد عن حده. يعني انا واحده من الناس، انا اي برنامج ضيفه ما اروح، لانه